لو انت ما بتصليش او بتأخر صلاتك لحد قبل الاذان ب5 دقايق، فانت لازم تشوف الفيديو ده حالا. لو عايز منبه يفكرك كل شوية بالصلاة اللي عليك، او لو نسيت صلاة يفكرك ان الصلاة بعدها تأذن بعد نص ساعة او ربع ساعة حتى، وعايز دايما كل ما تفتح شاشة تليفونك تلاقي الاذان اللي هيأذن فاضل عليه قد ايه مع التاريخ الهجري والميلادي، كل ده هقولهولك النهاردة. فعايزك تتابع معايا الشرح لغاية اخر كلمة انا هقولها. تابع معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اول حاجة عايزين نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تاني حاجة دول التطبيقين اللي هيفيدوك جدا ويخلوك مفيش صلاة هتضيعها وكل صلاة هتصليها في اوانها، انه عارفين اكتر تطبيقين فادوني جدا في حياتي. واول تطبيق معانا هو اسلام بوك. تمام، التطبيق ده موجود على المتجر بلاي، تدخل في السيرش وتكتب اسلام بوك، هو ده التطبيق. بعد ما تثبته هتدوس عليه فتح بالشكل ده، تختار اللغة، تديله كل الصلاحيات اللي هو عايزها. زي ما شايفين بيبدأ يعمل جاري البحث على منطقتك اللي انت فيها. زي ما شايفين دي المنطقة اللي انا فيها. والتطبيق ده بقى ميزته ان هو قبل كل اذان بنص ساعة بيديك انذار ان فاضل نص ساعة الصلاة دي لو انت مصليتش، وبعد ما الاذان يأذن بيديك نص ساعة ان الصلاة عدت عليه نص ساعة. ده غير الميزات اللي فيها ان هو فيه اذكار الصباح، كل ده بدون انترنت، واذكار المساء، واذكار بعد الصلاة، وتسبيحات تقولها طول اليوم، واذكار النوم، واذكار الاستيقاظ. وفي ميزات كتيرة جدا زي القبلة، زي التفسير، زي القرآن، احاديث، في حاجات كتيرة جدا. وممكن يديك اقرب المساجد اللي قريبة حواليك، وكمان في تلاوة ان انت تسمع تلاوة. عارفين تطبيق جميل جدا وخفيف وهيفيدك جدا. تاني تطبيق معانا هو تطبيق صلاتك. تدخل على المتجر بلاي وهتكتب كلمة صلاتك بالشكل ده، تعمل سيرش، هو ده شكل التطبيق. وهتلاقي روابط كل التطبيقات في اول كومنت تحت الفيديو. هتدوس فتح، هتديله كل الصلاحيات، تختار اللغة العربية. هنا بيقولك ادخل موقعك يدويا، انت هتدخله تلقائي. هتدوس تابع، هتدوس السماح طول الوقت وترجع تاني، او تدوس استعمل تحديد الموقع تلقائي. هتدوس اوافق على الشروط، تابع. تمام، زي ما شايفين ده الموقع بتاع تليفوني اللي انا فيه بالظبط. تمام، وفاضل بالظبط 6 دقايق على الظهر. ايه ميزة التطبيق دي؟ كل عليك ان انت هتضغط كده وتدوس ضغطة مطولة على الشاشة، وتيجي هنا تختار، وتبدأ تختار عناصر واجهة المستخدم. تبدأ تدور على برنامج صلاتك زي ما شايفين، وهتبدأ تختار الشكل ده زي ما شايفين. زي ما شايفين كده انت حطيت الصورة دي عندك على التليفون على الشاشة الرئيسية. كل ما تيجي مثلا تقفل التليفون وتفتحه هيبقى قدامك كل التوقيتات بالتاريخ الميلادي والتاريخ الهجري بالوقت المتبقي بالصلاة القادمة. طبعا زي ما شايفين في اشكال كتيرة ممكن تختارها من هنا، زي ده مثلا انا عجبني الشكل ده جدا. زي ما شايفين ده بقى شكل تليفوني بعد ما عملتها. زي ما شايفين المنظر ده شكله حلو. المنطقة فوق، الأذان اللي هيأذن فاضل ايه، اللي أذن واللي هيأذن حاليا، والتاريخ الهجري واليوم والتاريخ الميلادي. شكله حلو، في كذا شكل ممكن تختاره. فبس كده، لو انت وصلت معايا للدقيقة دي بحب اشكرك جدا ان انت وصلت معايا لنهاية الفيديو. ياريت لو عجبك الفيديو ياريت تدعمني بلايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.